ايوه انا زيك بالظبط، ياما عملتها وباظت مني وطلعت مش مظبوطه خالص، لحد ما وصلت لانجح واسهل طريقه، ولازم انقلها لك عشان باذن الله تعمليها وتطلع حلوه بالشكل ده. تعملي صينيه بسبوسه ما فيهاش غلطه. بسم الله ما شاء الله، سمي بالله وصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام، وتعالي نبدا مع بعض واقول لك عملناها ازاي. حله على النار وحطيت فيها كوبايه الا ربع من السكر وربع كوبايه من الميه، وهسيبهم مع بعض لحد ما السكر يتكرمل. مش هحط اي معلقه في السكر عشان السكر ما يكتلش ويجيلي على جوانب الحله. بقلب كده، بهز الحله هزه بسيطه عشان السكر يدوب. اول ما يبدا ياخد لون ذهبي هقلبه تقليبه، وههدي عليه النار جدا، واحاول ان انتوا ما تغمقوش لون السكر عشان البسبوسه ما تبقاش ممرره. عشان كده انا بحب دايما اعمل السكر في حله فاتحه عشان اتحكم في درجه لونه. معايا كوبايه الا ربع من الحليب، بنزل الاول بحوالي ربع كوبايه، وخلي بالكم من الفوران اللي بيحصل. اللهم اجرنا من عذاب النار، بيحصل فوران كده ممكن البخار بتاعه يحرق ايديكم، فخلي بالكم تبعدوا ايديكم بسرعه. وبعدين كملت بقيه الحليب، لقيت السكر كلبش كده، ما تقلقيش خالص. مع التقليب ومع الحراره الهاديه كل ده هيسيح وهيتجانس مع بعضه. بعدين هضيف، بعد ما الخليط يدوب كده مع بعضه ويتجانس الحليب مع السكر، دلوقتي هضيف كوبايه الا ربع من السمنه. استخدمي اي نوع سمنه عندك، بلدي صناعي ما فيهاش اي مشكله. نتيجه السمنه ما بتاثرش على نتيجه البسبوسه، هي البسبوسه طعم سمنه بس. وهضيف عليهم معلقه كبيره ممتلئه من عسل الكلوكوز، وهنا مكون عسل الكلوكوز مهم جدا عشان تعملي بسبوسه صوره طبق الاصل من بسبوسه الحلواني، لان بيخلي طعمها حلو، في نفس الوقت بيخلي السكر معتدل، بيظبط ما بتبقاش مسكره قوي او ان هي ناقصه، بيظبط طعم السكر. تاني حاجه لما بتيجي تقطعيها ما بتفرفتش في الصينيه، بيعملها كده، بيخلي قوامها متماسك وحلو. هقلبهم مع بعض مع حراره هاديه لحد ما كله يدوب مع بعضه. وهضيف كمان ظرف من الفانيليا بيديني ريحه بقى رهيبه للبسبوسه. اهم حاجه نقلب الخليط لحد ما كله يدوب كده، والسمنه ما تبقاش عايمه على الوش، بالشكل ده على نار هاديه. هشيله بقى وهصبه في طبق. ومهم جدا بعد ما تصبيه في طبق ان انت تسيبيه لما يبقى بدرجه حراره الاوضه اللي انت فيها او درجه حراره الجو. ما ينفعش نستخدمه خالص ولو هو سخن ولا هو دافي، لازم يكون بارد تماما. هنلهي نفسنا بقى في اي حاجه، هنشغل الفرن، هنجيب الصينيه اللي هنصب فيها البسبوسه وندهنها كده حبه سمنه حلوين قوي قوي علشان تتكرمل وتتحمر من تحت. انا مستخدمه الصينيه دي مقاس 30، دي الصينيه الوسطانيه في طقم صواني البيتزا. عايزه تعمليها في 28 هتبقى حلوه، بس هتبقى سميكه شويه. دلوقتي هجيب بقى السميد، معايا 500 جرام من السميد او نص كيلو من دقيق السميد. هضيف عليه ربع معلقه صغيره من الملح، علشان الملح بيعدل لي طعم السكر. ما بيبانش خالص الملح، بس هو بيظبط لي الطعم. بعدين بعد ما الخليط اللي احنا عاملينه يبقى بارد خالص، اوعي تحطيه وهو دافي، البسبوسه بتاعتك هتبقى يعني ناشفه فوق الوصف. ما ينفعش يبقى دافي، لازم يبقى بارد جدا. هضيف بقى على السميد ده اللي انا بستخدمه بجيبه سايب من عند العطار، بقول له انا عايزه سميد بسبوسه 5 نجوم. ما بيبقاش فيه اي عيوب، بسم الله ما شاء الله بينجح معايا. نوع السميد مهم جدا جدا لنجاح البسبوسه. هقلب بقى بس مش كتير، هقلب دقيقتين 3 مش اكتر من كده، بحيث ان انا كل السميد يشرب من الخليط اللي احنا عاملينه في الاول. هديله بس كده بطراطيف صوابعي عجن عشان اتاكد ان مفيش دقيق سمين تحت في قاع الطبق، واتاكد ان كله شرب كده من السمن. اوعي تعجني كتير في البسبوسه، ما تطوليش عن دقيقتين 3. لونها جميل جدا وريحتها في المرحله دي حلوه قوي. دلوقتي هصبها في الصينيه وهفردها كويس قوي بالطريقه دي. زي ما قلت لكم، عايزين تحطوا سمنه صناعي حطوا سمنه صناعي، وضيفي عليها من عند العطار ريحه السمنه البلدي. نتيجه البسبوسه ما بتتوقفش على نوع السمنه، بتديكي نفس النتيجه بصناعي او بلدي، هي بتفرق في الطعم مش اكتر، لان البسبوسه عباره عن طعم سمنه. انا عشان افرد السطح كويس ببل ايدي بشويه ميه بفردها بالشكل ده، بتفرد معايا بمنتهى السهوله وما بتلزقش في ايدي لما بمسح مسحه ميه على ايدي. دلوقتي بدخلها على الشبكه اللي في النص، انا بحطها على درجه حراره 200. اول ما فتحت الفرن ولقيت الحواف بتاعتها بدا يبقى لونها ذهبي، قلت بقى ان انا اجهز الشربات، اللي هو عباره عن كوبايه ونص من السكر، كوبايه ونص من الميه، معلقه كبيره من عسل الكلوكوز. ومعانا في البسبوسه لازم نحط عسل الكلوكوز في الشربات وفي خليط البسبوسه. وهضيف ظرف فانيليا وهسيبه يغلي بالظبط 5 دقايق. انا عايزه العسل يبقى خفيف زي ما انتم شايفينه كده، بالشكل ده 5 دقايق بس وبطفي عليه. بعدين لما البسبوسه لقيتها من فوق ما لونتش، بقوم فاتحه عليها الشوايه يدوب دقيقتين. ومهم قوي عشان تعرفي ان هي ناجحه، اول ما تحط الشربات البسبوسه بتقوم شفطاه بالشكل ده. بصوا بيتشرب في ثواني.
انا هحط كل كميه الشربات اللي انا عملتها، ممكن تتحكموا تحطوا تفوضوا منه شويه مفيش مشكله. انا حطيتها كلها، بصوا بعد 10 دقايق اتبقى الحبه دول. طبعا لما اغطيها واسيبها شويه هفتح مش هلاقيها خالص، هتشرب كل الشربات. وديت الحركه دي اللي بتقولك ان البسبوسه بتاعتك ناجحه، ان هي تشرب الشربات كله. بالظبط بالظبط، دي بعد ساعة من بعد ما غطيتها قدام حضراتكم. طبعا كل اللي ولا الكاميرا مستعجل عايز يدوق، فانا بصراحة قطعتها وهي دافية، بس ما شاء الله برضو مش مفرفتة ولا حاجة، طالعة الخرطة بخرطتها. بصوا هوريكم كمان لما تبات هتبقى شكلها ازاي. دي طبعا كله بيدوق ومستعجل على الدوق على انه يدوق. بعدها بساعة كده كانت لسه دافية والله. وهنا برضو كانت لسه دافيه، لما باتت بقى بقت في حته تانية يا جماعه. هنا كانت لسه دافيه والحمد لله كانت شبت الفرق. بصوا بقى دي تاني يوم الصبح بعد ما باتت وهي في الصينيه، برضو ما شاء الله طريه جدا ومرمله. وطعمها بقى ايه لما بتبات بتبقى جميله. عشان كده بقول لكم دايما اعملوها من بدري، ولو هتقدموها قدموها بعد فتره من عملها، يعني سيبوها تبرد خالص او تعملوها بالليل وتاكلوا منها الصبح. جميله جدا وسهله وبسيطه، وان شاء الله تنجح معاكم من اول مره. جربوا طريقتي وان شاء الله بامر الله تطلع معاكم احلى من دي كمان. اوعي تنسي بقى اللايك والشير لحبايبك. اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية في حفظ الله ورعايته.